ونتمنى لكم التقدم. ان شاء الله المغرب للمربع الذهبي، هو البطل المغرب الذي شرفنا وشرف القرى، وشرف القرى. مبروك للمغرب، مبروك للمغرب. تريد ان تتعلم كرة القدم؟ اذهب الى المغرب، هذه بلد الاطلس. فازت الربع النهائي يابا، المغرب فازت. الف مبروك للمنتخب العربي والمنتخب الفلسطيني المغربي. فلسطين مغربي، فلسطين بتعتز في المغرب، والمغرب فلسطين ايد واحده. كانت اللعبه رائعه جدا، نتمنى الفوز دائما وابدا للمنتخب المغربي. دائما احنا دم واحد ورافعين راسنا فيه. ما زالت الافراح ستستمر. وفي كل هجمة أسبانية كانت دعوات الفلسطينيين وملايين العرب أقرب من التسجيل، وصدحت أصوات الحالمين بفوز المغرب وتأهل أسود الأطلس لأول مرة لفريق عربي بتاريخ المونديال. هذا انتصار عظيم للشعب الفلسطيني والشعب المغربي. الشعب المغربي والفريق المنتخب المغربي رفع رؤوس الأمة العربية والإسلامية ورؤوس الأمازيغ والعرب. احنا خاوة واحنا اخوة، وهذا يوم تاريخي إلنا كشعب فلسطيني. من قلب فلسطين، من قلب غزة بالتحديد، من حي ومن ساند اخوتنا بالمغرب. ان شاء الله لاخر نفس معاكم، بالروح وبالدم وبالهتافات وبايش ما بدهم، احنا معاهم ان شاء الله، بالدعاء بالصلاه. كل فلسطيني وكل فلسطينيه صغير وكبير بساندهم بكل حاجه بنمتلكها، وان شاء الله لاخر نفس مع المغرب. احنا بنبارك الفوز لشعبنا الشقيق المغربي، وبنفرح بفرحه المغرب لانه اكثر شعوب العالم بيساعد الفلسطينيين وبدعم الفلسطينيين. وببارك لجلاله الملك محمد السادس على فوز الاطلس المغربي على هذا الفوز، وبنقول له الف مبروك من قلب فلسطين. لتبدأ ضربات الترجيح واحدة تلو الأخرى، وحناجر المناصرين الفلسطينيين لم تهدأ من الصرخات. وكان البطل حارس المرمى ياسين بونو محفوفا بعناية الرحمن حتى صافرة النهاية، والتأهل الرسمي للمنتخب العربي لأول مرة، ليبدأ الفلسطينيون بتوزيع الحلوى بكل شوارع فلسطين. طبعا احنا من فلسطين، من قطاع غزة تحديدا، هذا الحلوان بدنا نوزعه على ابناء شعبنا الفلسطيني بفوز المغرب الشقيق على اسبانيا. كل الاحترام والتوفيق لمنتخب المغرب الشقيق، دمنا واحد، هوانا واحد، قدسنا واحد، ومغربنا. الف مبروك لمغربنا. اتحلوا يا نشامة، اتحلوا حبايبنا. فرحة فلسطينية أخرى بحضور سفير المملكة المغربية عبد الرحمن مزيان ولفيف من السلك الدبلوماسي لدى السلطة الفلسطينية، الذين عبروا عن فرحتهم بفوز المغرب التاريخي. هذا الانتصار بطعم مغربي فلسطيني عربي. هذا الوقوف الفلسطيني والتشجيعات والتضامن الفلسطيني الذي شاهدناه جميعا، نشكركم باسم صاحب الجلالة، نشكركم على تضامنكم، على تشجيعاتكم. الحمد لله. هذا الشعور أنا يكلمني بعض الإخوة القيادة يعتبرون الآن هذا نصر فلسطيني كبير جدا، وأنها فرحة كبيرة جدا على الشعب الفلسطيني الشقيق. خرج الجماهير الفلسطينية على بكرة أبيها فرحة بتأهل أسود الأطلس إلى الدور الثمانية، وينتظرون المزيد من الفريق الذي قدم كل ما لديه من فخر وعزة وكرامة للشعوب العربية. للقناة الأولى، سبحان أبو زيد، فلسطين.